بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. السيد والي ولاية الحوض الشرقي، السيد رئيس جهة الحوض الشرقي، السيد حاكم مقاطعة النعمة، السيد عمدة بلدية النعمة، السيد رئيس الاتحاد الوطني للفنانين الموريتانيين، السادة المنتخبون، السادة قادة الأجهزة الأمنية والإدارية والعسكرية في ولاية الحوض الشرقي، السادة ساكنة مدينة النعمة وولاية الحوض الشرقي بصفة عامة، الفنانون، الأدباء، الباحثون، المثقفون، أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلنا الكرام في مدينة النعمة، السلام عليكم. يسعدني أن أكون بينكم اليوم في مدينة النعمة الغالية، هذه الحاضرة العريقة التي كانت وما تزال منارة من منارات الثقافة ومهدا أصيلا من مواطن التدين والموسيقى الموريتانية التقليدية، وفضاء زاخرا بالتنوع الحضاري والتاريخي. ويسرني أن أشارككم افتتاح النسخة الثانية من مهرجان الموسيقى، هذا الحدث الثقافي المتميز الذي يتوج جهودا متواصلة تبذلها الدولة لترقية ثقافتنا الوطنية وصون تراثنا الغني والمتنوع. الموسيقى الموريتانية وخاصة التقليدية منها لم تكن يوما مجرد وسيلة للترفيه، بل كانت دائما ركنا أصيلا من أركان هويتنا الوطنية وذاكرة ذرية تختزن الجمال والدلال والتاريخ. لقد كانت الموسيقى عبر العصور وسيلة للتوثيق ومنبرا للتربية وجسرا للتواصل بين الأجيال، كما كانت أداة إسهام في تعزيز وحدة المجتمع وتماسكه من خلال دورها البارز في المناسبات والوطنية والدينية. ومن هذا المنطلق يكتسي هذا المهرجان مكانته الخاصة باعتباره الأول من نوعه من حيث التخصص والانتظام، وهو فرصة لإبراز الإبداع المحلي وفضاء للتبادل والتلاقح بين مختلف الفعاليات في ربوع الوطن ومن مختلف الأجيال. كما أن هذا المهرجان هو مناسبة أخرى تؤكد أن الثقافة وسيلة للتنمية ومجال رحب لترسيخ الانتماء ولتعزيز الوحدة الوطنية. ولقد كانت هذه الأرض الطيبة مهدا لهذا الفن العريق، فكل شبر منها يكاد يحكي قصة موسيقية خالدة، وكل معالم سطح تشكل نوتات موسيقية متجذرة، من الشور والردات إلى نقري والرخ والأظهار، ومن نوفل إلى بيقي، ومن جانب الجليدية إلى العتيق ومكة موسى، تنتشر معالم تحكي تاريخا طويلا من الإبداع، وتشهد على أن الموسيقى مثلت عبر تاريخنا وفي هذه الولاية بالذات وعاء للقيم والتقاليد وذاكرة جماعية تحفظ للأمة أصالتها وعمقها. عندما أتحدث عن الموسيقى فكذلك الشأن بالنسبة للأدب. أمات البتيت وأبات البير مهدهم كامل، حواضرهم كانت الحوض الشرقي أساسا، وهذا شيء نعتز به سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي. أيها السادة والسيدات، لقد كانت هذه الربوع مهدا للموسيقى، وظلت حاضنة لتاريخ وقيم هذا الفن الجميل، حيث يكاد كل شبر من هذه الأرض المعطاء أن يحكي عن قصة نشد شور أو ردات. فغير بعيد من هنا يسارا على بعد 7 كيلومترات فقط كان نوفل يعزف رداته الشهيرة كر جنب القنيدية. هذا لا عندنا الإحسار 7 كيلوات تقريبا. وعند قلب الراجات وعلى بعد أمتار هنا يمينا أيضا يقف قلب قادي شامخا، حيث مربط فرس خطري والأعمر واللعلي، التي أنتجت وأنتجت الكثير والكثير من الشعر والقيم الخالدة في الفروسية وفي الأنفة وفي التماسك الاجتماعي، تؤكد على أن الموسيقى حاضنة التاريخ والقيم والأمجاد، من تماس إلى بيقي عضال في جانب الكحلة، ومن مكة موسى إلى العتيق في جانب البيضاء، ومن وفر إلى بيقي المخالف في جانب الجنيدية. يظهر تاريخ طويل من عادات وتقاليد وقيم مجتمعنا، سيما في هذه الولاية، ولاية الحوض الشرقي. أيها الجمهور الكريم، لقد أولى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ القزواني منذ تسلمه مقاليد الحكم عناية خاصة بالثقافة والفنون، إدراكا منه لدورهم المحوري في بناء الإنسان وترسيخ اللحمة الاجتماعية. وقد تجسدت هذه العناية في العديد من الخطوات والمكاسب التي باتت ملكا لنا جميعا، ومن أهمها استدلالا لا حصرا إنشاء المعهد الوطني للفنون، واستحداث جائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة، وإظهار البعد الثقافي في هيكلة الحكومة الجديدة مجسدا في وزارة الاتصال والفنون والثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان. ولم يقتصر هذا الاهتمام على الجانب المؤسسي القانوني، بل تجاوز ذلك رعاية وحنوا
وعناية بالفنانين وبالمثقفين تيسيرا لأدائهم وتثمينا لمقدراتهم ولعطائهم في خدمة الوطن وفي تجسيد قيم المواطن. وتعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار اللجاي على تجسيد ذلك بعديد السياسات والبرامج التي اتخذتها تطويرا وترقية للثقافة وللفن، ومن أهمها استحداث هذا البرنامج الذي تحتضن عاصمتكم الجميلة نسخته الثانية بعد أن احتضنت العاصمة نواكشوط النسخة الأولى السنة الماضية. إن الحضور النوعي الذي يشهده اليوم من فنانين ومبدعين وباحثين وضيوف شرف وجمهور متذوق للفن كلها أشياء مطمئنة على نجاح هذا المهرجان وتعكس عمق ارتباطنا وحرصنا على تطويره وصيانته. وإنني بهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية بالحوض الشرقي وإلى كل من ساهم بتنظيم هذا الحدث الثقافي المتميز من إداريين وفنيين ومبدعين، كما أحيي كل فناني الوطن المشاركين معنا في فعاليات هذا الاحتفال ومجددا لهم الشكر ومتمنيا لإشغالنا التوفيق بصفة عامة. وأود قبل أن أختتم هذه الكلمة وأعلن انطلاق النسخة الثانية من مهرجان الموسيقى بمدينة النعمة أن أؤكد على العديد المكاسب والتحول النوعي الكبير الذي تشهده بلادنا بتوجيه سام من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية في المجال الثقافي، وهو التحول الذي ستطال انعكاساته جميع ولاياتنا سواء بإطلاق ما يعرف بالمنصات والمراكز الثقافية، ولكن كذلك بالفضاءات الثقافية متعددة اللغات، أو بتعميم المتاحف في جميع العواصم، أو بترفيع ذرات تراثنا باعترافها وتصديرها خارجيا لتصبح تراثا عالميا. وهذه مكاسب عززت النظام المؤسسي والقانوني للبعد الثقافي، ولكن كذلك كرست تعزيز البنية التحتية الحاضنة لهذا الفعل الثقافي في بلادنا. ولأنني في ولاية عاصمة ولاية الحوض الشرقي، ولأن الخريف كما تعرفون كان خريفا واعدا والحمد لله، فإن من مسؤوليتنا جميعا أن نعمد وفق مسار تحسيسي وتعبوي كبير على إطلاق حملة واسعة لحماية مراعينا الوافرة، وخصوصا وأن الموسم كما تعرفون تداخلت فيه الأبعاد الثقافية مع الأبعاد الطبيعية من خلال توجيه صاحب الفخامة بالتأثيث الثقافي للعطل الصيفية، وهو ما كان طيلة الشهرين الماضيين عن طريق وزارة الثقافة ووزارة السياحة وغيرها في عموم ولاياتنا. ولكن هذا الموسم يجب أن نحافظ عليه، ويجب أن نعمد إلى إطلاق حملة كبرى خصوصا في هذه الولاية التنموية من أجل الحفاظ على المراعي وحمايتها من الحرائق التي تأتي على الأخضر واليابس خلال السنوات الماضية. وأملنا كبير أن تكون كل هذه المنصات الثقافية التي نطلقها هنا وهناك منصة من أجل تسويق هذه الرسالة التعبوية والتحسيسية. كلنا مسؤول عن حماية مراعينا تماما كما هو الحال بالنسبة عن حماية أراضينا. أعلن على بركة الله متمنيا لكم وأشغالكم لأشغال هذا الملتقى التوفيق افتتاح أعمال النسخة الثانية من مهرجان الموسيقى بعاصمة ولاية الحوض الشرقي مدينة النعمة، متمنيا أن تنال إعجابكم بفعالياتها بعروضها بمعارضها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.